يا احمد، نعم. عايز اسالك سؤال ملوش علاقه بالموضوع. عمرو أديب يفتح على الرابع بعد إقالة شوبير قبل مباراة الأهلي مع بيراميدز، ويكشف المؤامرة الكبرى على النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد إقالة الإعلامي أحمد شوبير من قنوات أون تايم سبورت قبل مباراة الأهلي مع بيراميدز، فقد صرح الإعلامي عمرو أديب وقال: أنا نفسي أعرف حاجة واحدة بس يا جماعة، هو أحمد شوبير عمل إيه ولا قال إيه عشان يتم إقالته بالسرعة ديت، وخاصة قبل مباراة الأهلي مع بيراميدز؟ شوبير بيمثل الأهلي في قناة أون تايم سبورت، ولا عايزين القناة كلها زمالك؟ خالد الغندور على شادي عيسى على أحمد الدرديري على إبراهيم عبد الجواد. انتوا شكلكم كده عايزين تقلبوها قناة أون تايم سبورت زمالك، بس سيبكم من إقالة شوبير. أنا حاسس بكرة في حاجة كبيرة هتحصل في ماتش الأهلي مع بيراميدز، مش عارف ليه مش مرتاح للحكم الأسباني اللي جايبينه اتحاد الكورة. الحكم ده عمل فضيحة كبيرة قوي في ديربي أسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، وكانت فضيحته بجلاجل صراحة. هو أي حكم عليه الجدل لازم تجيبوه يحكم للأهلي؟ ما الإعلامي الزملكاوي وميدو وكل طالع بيشجع في بيراميدز، كل القنوات بتدعم في بيراميدز دلوقتي، حتى أم شوبير بيدافع عن الأهلي، قالوا له يلا بالسلامة وادوله استمارة 6. الأهلي ما عدلوش صوت في الإعلام خالص، والكل بيحارب الأهلي عشان بيراميدز ياخد الدوري مرتاح. وافتكروا كلامي يا أهلاوية، في حاجة هتحصل في ماتش بكرة، وعمر إحساسي ما كدبني. أنا حاسس بكرة حد هيطرد في الأهلي، المباراة هتتقلب دراما، بس بعد الماتش دوت الأهلي هيعمل انقلاب على اتحاد الكرة وعلى الرابطة. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.